لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد وهنتعلم مع بعض النهاردة ازاي نعمل ايد لشنطة. حبل سهل جدا، هوريكم ازاي ممكن نشتغلوا بلونين، ازاي ممكن نشتغلوا بنفس الطريقة بلون واحد، وهوريكم طريقتين مختلفتين لو هنشتغل بلونين. خلونا الاول نفتكر مع بعض الكوستر اللي انا كنت بعمله، اللي هو فيه الورود المجسمة، وقلت لكم ان انا هشتغل قطعة تحتيه مماثلة للقطعة الاساسية باللون الابيض، عشان يبقى في دعم للكوستر، وكمان يبقى يعني وسيلة وطريقة ان انا اداري بيها الخيوط من غير ما اضطر ان انا اقعد انضفها. ففعلا عملت الدايرة البيضة التانية وابتديت اخيطها داير ما يدور، ولما وصلت كده لاكتر من النص بشوية لقيت ان القطعتين بقوا يعني ليهم فتحة في النص كده، فقررت ان انا ما كملش خياطة للقطعتين في بعض، لان جه في بالي فكرة ان انا احول الكوستر لشنطة، وبعدين بطنتها بجوخ وركبت لها الكبسونة الماجنت دي، وبالتالي فكرت ازاي هعمل لها ايد عشان تبقى شنطة كاملة. فهو ده اللي احنا هنتعلمه النهاردة. دي طريقة من الطريقتين اللي انا هوريهم لكم في شغل النهاردة. طبعا هنا اشتغلت بخيط الصوف لان انا كنت شغالة الكوستر بخيط صوف، فانتوا هتشتغلوا بالخيوط اللي هي نفس النوع اللي انتوا بتعملوا بيه مثلا شنطة او اي حاجة محتاجين تعملوا لها ايد. انا حابة ان انا اوريكم النهاردة الشغل بخيط المكرمية، كنوع من انواع الخيوط اللي بتستخدم في ان احنا نعمل شنط. نبدأ نشوف الطريقة الاولى بلونين مختلفين. طبعا هنستخدم دايما في اي خيوط بنستعملها الابر المناسبة حجما لسمك الخيط. فالسمك هنا لخيوط المكرمية معروف ان هو سميك اكتر من الخيوط الصوف. الابرة دي 6 مليمتر، ممكن تستخدموا 5 او 4.5 مع الخيط ده. برضو هنعمل عقدة بداية بالخيطين مع بعض، تمام. وبعد كده هنبدأ ان احنا نشتغل الحبل بتاعنا. اللي بنعمله ان انا بلف لون على صباعي، واللون التاني ببقى ماسكاه بالصوابع الباقية. بلف الاول قبل ما ابدأ اسحب واعمل سلسلة، هي عبارة عن سلاسل الحبل كله. الاول بلف اللون اللي انا ماسكاه بالصوابع، بقيت صوابع ايدي اللي انا مش لافه عليها الخيط، وبعدين اسحب الخيط اللي على صباعي من الحلقات، ونكرر. هنلف تاني اللون الاخضر على الابرة، وناخد اللون الاورنج او الجمالي ده على نسحبه من خلال الحلقات، ونكرر تاني. نلف اخضر على الابرة، يبقى عندي حلقتين واسحب من خلالهم، وهكذا. وتكملوا للمسافة اللي انتوا محتاجينها لعمل الحبل او يد الشنطة اللي انتوا بتشتغلوها بالطريقة دي. تلفوا
لون وتسحبوا اللون التاني بالطريقة دي. شايفين شكله عامل ازاي؟ الناحية دي هتلاقوه اكنه سطرين فوق بعض، واحد سطر بلون وسطر تاني بلون، وده شكله من الناحية التانية شكله برضو حلو. ده كده لو هنشتغل بلونين. الطريقة دي ممكن برضو نشتغلها بلون واحد، بس هنضطر ان احنا نسيب الاول خيط طويل مناسب للحبل كامل. يعني انتوا هتقدروا بالتقريب انتوا محتاجين تعملوا الحبل طوله قد ايه، وهتسيبوا المسافة دي وازيد شوية من الخيط نفسه قبل ما تبدأوا. انا هنا هوريكم بالخيط الصوف اللون الواحد هنشتغلوا ازاي. فانا كده هسيب في البداية خيط طويل عشان ده هستخدمه بدل الفتلة التانية. انا بشتغل بفتلتين، فانا كده محتاجة خيطين. وبعدين هنشتغل بنفس الطريقة عقدة البداية كده زي ما بنعملها بطريقة عادية جدا. اهي العقدة البداية. انهي خيط اللي هيكون في ايديا وانهي خيط اللي هلفه على صباعي؟ اللي هلفه على صباعي هو الخيط الطويل اللي جاي من البكرة، والخيط اللي انا هبقى ماسكاه في ايديا اللي انا سبته في الاول، الفتلة الطويلة اللي انا هشتغل بيها. وهبدأ اشتغل بنفس الطريقة، الف الخيط الاقصر على الابرة واعدي بالخيط من البكرة من خلال الحلقة. لفيت الخيط واسحب من خلال حلقتين اللي على الابرة. في حلقة على الابرة اهي هلف الخيط القصير واسحب الطويل منهم هما الاتنين، وهكذا. دي نفس الطريقة تماما اللي احنا لسه كنا بنشتغلها بخيط المكرمية، بس بالخيط الصوف وبلون واحد. بلف الخيط على الابرة واسحب من خلال الحلقتين، وهكذا هفضل الف الخيط القصير واسحب من الخيط الطويل، وهكذا. كده هيدينا نفس شكل الحبل والشغل اللي احنا عملناه مع بعض بالخيط المكرمية كده. دي نفس الطريقة بس بلون واحد. ازاي نشتغلها بلون واحد؟ طيب هيتبقى لنا كده ان احنا نشوف الطريقة التانية بلونين. خلينا نفك اللي احنا عملناه بالخيط المكرمية ونشتغلها برضو الطريقة التانية دي بنفس اللونين. خلونا نشوف مع بعض هنبتدي ازاي. برضو هنعمل عقد بداية، عايزاكم تركزوا هنا. اول بس غرزة هي اللي هتكون باللونين مع بعض، او مش باللونين، هنسحبها من خلال الحلقتين هنا باللونين. هنلف الخيط. هي شبه في البداية الطريقة الاولانية. هنا هنعتبر ان الحلقة دي الخضراء هي اللي معانا، هنعدي باللون الاورنج من الاتنين. طيب دلوقتي الحلقة بقت لونها ايه؟ لونها الاورنج. يبقى الحلقة اللي انا هلفها على الابرة هي نفس اللون. هي الفكرة هنا كلها ان الحلقتين يكونوا دايما نفس اللون، واللي هسحبها هي الخضراء. طيب دلوقتي بقت الحلقة اللي على الابرة هي اللي لونها اخضر، يبقى اللي هلفه على الابرة هو اللون الاخضر، وهاخد الخيط الاورنج من ورا كده واسحبه من الحلقتين، اطلع بيه من اللون الاخضر كده. الحلقة بقت باللون الاورنج، يبقى هلف نفس اللون، عارفة الاورنج او بني او جملي يعني زي ما انتوا شايفينه. وبعدين هاخد اللون الاخضر من ورا الفتلة بتاعتي واعدي بيه من الحلقتين اللي باللون التاني كده. اللون بقى اخضر يبقى لف اخضر. اهم حاجة ان الحلقتين دايما اللي على الابرة نفس اللون، والخيط اللي انا هجيبه عشان اسحبه يكون مش
من قدام الحلقة، لازم من وراها، من ورا الفتلة اللي هي بتاعت الحلقة اللي انا لسه لفاها على الابرة كده. هنكرر تاني عشان نوضح الفكرة. عديت باللون التاني البني، هلف الخيط نفس اللون، هجيب اللون الاخضر منين؟ مش من هنا، من وراه، وابدأ ان انا اسحبه من الحلقتين، وهكذا. ابقى اخضر يبقى الف اخضر، وهجيب الخيط من ورا واسحب من الاتنين. تاني الحلقة لونها بني، يبقى الف بني واجيب الاخضر من ورا واسحبه واعدي بيه من الحلقتين، وهكذا. هتكرروا الشغل لحد ما توصلوا للمقاس اللي انتوا محتاجينه للايد. من هنا مش هينفع نسحب ونلف كده، لازم من ورا الفتلة او من ورا الخيط اللي احنا لسه لفينه على الابرة. ده كده شكل الحبل هيكون عندكم شكل تاني مختلف عن الاولاني طبعا اكيد لانه طريقة مختلفة. شكله كمان برضو حلو، عبارة عن غرز كده، حرف في جوه في بلون، والفي اللي بعدها بلون تاني. وده كده كان شغل النهاردة، ازاي نعمل يد لأي شنطة او اي تعليقة عايزين نعمل، يعني حاجة بتتعلق عايزين نعملها تعليقة كمان ممكن نستخدم الطرق دي. اتعلمنا ازاي بلونين وازاي بلون واحد، وتعلمنا لو بلونين شفنا طريقتين مختلفتين. اتمنى الفيديو يكون كان مفيد بالنسبة لكم، اشوفكم فيديوهات جاية تانية ان شاء الله كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر.